كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لما نيجي نتكلم عن قصص القرآن هنلاقي إن أول البشر وأول الأنبياء هو سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهل سيدنا آدم هو أول شيء خلق؟ لا، في حاجات كتير خلقت قبل خلق آدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الإنس خلق قبلنا حاجات كتير جدا. فقبل خلق آدم كان الله ولم يكن قبله شيء. ده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث عمران بن الحصين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فمن خلال الحديث ده يتبين لنا إن أول شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو الماء، زي ما ورد ده برضو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي رواه الإمام ابن حجر العسقلاني في تحفة النبلاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. والحقيقة دي يؤكدها القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو الماء، وبعد كده كل حاجة جت. ثاني شيء خلق بعد الماء العرش. ايه اللي يثبت الكلام ده؟ آية سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء، ده دليل على ان خلق العرش جه بعد خلق الماء. ليه؟ لان العرش اتخلق على الماء، فمش ممكن يكون العرش اتخلق على الماء والماء خلق بعده. يبقى لازم يكون خلق الماء سابق خلق العرش. يبقى لازم ان خلق الماء يكون سبق خلق العرش، او على الاقل جه معاه. على الأقل جه معاه. وعلى فكرة أحاديث السنة الصحيحة تؤكد ذلك. في البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي لفظة في رواية صحيحة: ثم خلق عرشه على الماء. فده كله يثبت ان الماء اولا، ثم جاء بعد ذلك العرش، او على اقل تقدير مع بعض. بعد خلق الماء وخلق العرش ثالث حاجة خلقها الله عز وجل القلم. وفي موضوع خلق القلم بقى هتلاقي احاديث صحيحة كتيرة بتقول ان اول ما خلق الله القلم، واحاديث تانية برضو صحيحة بتثبت ان اول شيء خلقه الله الماء والعرش. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث الصحيحة وهذه الأحاديث الصحيحة، وكيف نفهم هذه الأحاديث؟ ده موضوع معكم في الفيديو القادم بإذن الله. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.